وخطفوني عينك خطفوني. اي لايك بربوني بلت وديني مشوي. جعان جعان بط وحمام اكل وانا يا دكتور يا عم فصلتني. انت غيرت المحتوى ولا ايه بقى طبخ؟ اه والله الطبخ لعلمك بيجيب مشاهدات. ايه بطاطس دي يا دكتور؟ بطاطس؟ انت عمرك شفت خيار بيتقشر كده؟ بطاطس يا عم. يا دكتور انا ما بسالش عشان كده، انت ما تعرفش ان البطاطس اللي في ايدك دي موتت يجي 1,000,000 نفر؟ ايه؟ اهلا بيك مع الطبيعي، معاكم رامي طارق. البطاطس يا ابن بلدي من اجمل الاكلات، الاكله اللي كل الناس تحبها لانها بتتاكل بكذا طريقه. تتاكل صينيه، تتاكل مهروسه، تتاكل محمره، تتاكل سلطه وطحينه، تتاكل كاتشب مايونيز. تصدق جعت. وانا عارف لما الابهات تتصل بجد ولا الشبراوي عشان ياكلوا فول وطعميه، الولاد بتوع جين زي دول ما ياكلوش الا بطاطس كاتشب مايونيز. انا مجرب والله. بس النهارده هحكي لك حكايه شعب كان عايش على البطاطس وما يقدرش يستغنى عنها. ايرلندا. سنه 1845 ظهرت يا ابن بلدي آفة في محصول بطاطس في ايرلندا. الآفة دي كان اسمها اللفحه المتاخره. لا مش اللحفه، اللفحه. قول ورايا، لفاحه. تاني، لفاحه. شاطر. اللي حصل يا ابن بلدي ان الآفة دي دمرت محصول البطاطس بالكامل تقريبا، ما نجاش منه الا قليل قوي. مصيبه هايله، بقت البطاطس مش موجوده، الشعب بقى مش لاقي ياكل، ولو لقوا البطاطس يبقى سعرها غالي جدا. الناس هتاكل منين؟ القوت بتاعها مش موجود. المأساة دي سببت مجاعة اسمها مجاعة البطاطس الكبرى. تخيل مجاعة واسمها مجاعة البطاطس. يعني تخيل مجاعة تانية يبقى اسمها مجاعة الزلابية، يبقى الاثنين مع بعض يبقى اسمهم مجاعتين البطاطس انزلابيا. بايخه جدا. مجاعه البطاطس دي ادت لوفاه اكتر من 1,000,000 شخص في ايرلندا، وكمان 1,000,000 شخص تانيين هاجروا وسافروا بره البلد. امر مأساوي، كارثه انسانيه وحياتيه. احنا مش هنقدر نهزر في المنطقه دي احتراما للارواح اللي ماتت. وعلى ذكر المعاناه والمجاعات، ربنا ينصر اخواتنا في غزه. عايزين نسال بقى، يا ترى الكلام ده حصل ليه؟ اقول لك انا ليه يا سيدي. البطاطس في الوقت ده كانت بالنسبه للايرلنديين زي رغيف العيش بالنسبه للمصريين. رغيف العيش يا جماعه كان ب5 قروش لو فاكرين، فضل سعره يزيد لغايه ما وصل 4 و5 جنيه ولسه عليه نفس الاقبال. هتقول لي في حاجات تانية غلت كتير، اقول لك ايوه، لكن ده اثر على انتاجها وبيعها بشكل او باخر. الا رغيف العيش. العيش في مصر زي البطاطس في ايرلندا، الاثنين سلعه مش مرنه. يعني ايه بقى سلعه مرنه؟ وهل في مرونه في السلعه زي المرونه اللي موجوده في المفاصل والعضلات؟ طبعا في. كل اللي فات ده انا بمهد لك عشان اتكلم معاك يعني ايه السلعه المرنه والغير مرنه، او زي ما بيقول الاقتصاديين يعني ايه الطلب المرن والطلب الغير مرن. والحلقه دي يا جماعه تعتبر تكمله لحلقه العرض والطلب. اللي ما شافش الحلقه يرجع يشوفها. الحلقه دي بقى هتتكلم عن الطلب المرن والطلب الغير مرن. الطلب المرن يعني ايه؟ يعني السلعه اللي اقدر استغنى عنها لو سعرها غلي، او لو بقت قليله او شحه في السوق، زي المشروبات الغازيه والشوكولاته، زي البراندات الغاليه، واي حاجه بشتريها في فالنتين. والطلب الغير مرن يا ابن بلدي هو السلعه اللي ما اقدرش استغنى عنها مهما حصل، زي ما قلنا العيش، وزي الملح والزيت، وزي الادويه. تخيل مثلا دواء السكر لو نقص من السوق هتعمل ايه؟ وبالتالي في سلع تقدر تقاوم التضخم والغلاء، وسلع تانية ما تقدرش. في سلع لو زاد سعرها الناس تفضل تجري عليها، وسلع تانية لو زاد سعرها الناس تبعد عنها. وده يخلينا نربط بين فكرة المرونة ومجاعة ايرلندا. اللي حصل ان الشعب الايرلندي وقتها ما كانش يقدر يستغنى عن البطاطس، كانت الغذاء الاساسي بتاعه. ليه؟ لانهم كان شعب فقير جدا. انجلترا بقى كانت مسيطرة على كل حاجة وبتتحكم في الاستيراد والتصدير، وكمان امبراطورية بريطانيا العظمى بتاخد الحبوب بتاعت المزارعين الايرلنديين الغلابة وتصدرها لدولتهم. والمزارعين قليل الحيلة الفقراء اللي كان اعتمادهم الاساسي على البطاطس كمصدر رئيسي للرزق وللاكل. المجاعة دي كان ليها اسباب كتير: سيطرة انجلترا وتحكمها في الموارد، فقر الشعب الايرلندي واعتماده بالكامل على سلعة واحدة، اختفاء البطاطس اللي ادى لانهيار تام في النظام الغذائي. ولحد النهارده شعب ايرلندا مش ناسي لانجلترا اللي عملته، قلبهم اسود قوي. وهنا يحضرني موقف الممثل الشهير كيليان ميرفي اللي قام بدور توماس شيلبي في مسلسل بيكي بلايندر، والحاصل على جائزة اوسكار عن فيلم اوبنهايمر. الممثل ده لما اتسأل في مقابلة صحفية، المذيع كان بيقول له انت بريطاني. كيليان ميرفي كان بيقول له انا ايرلندي، I am Irish.
ورفض تماما ينتمي لبريطانيا العظمى. لسه شايلين في قلبهم اللي حصل وقت المجاعة وظلم تاني كتير وقع من بريطانيا العظمى. يا جماعة الشعب الأيرلندي عامة من أقرب الشعوب لقلب المصريين والعرب، لأنهم مروا بقصص نضال وكفاح ضد الاستعمار زينا. بقول لكم إيه؟ تعالوا ننزل الشارع ونسأل الناس فيما معناه، هل العلاج الطبيعي سلعة مرنة ولا غير مرنة؟ لو لقيت جلسة العلاج الطبيعي سعرها رخيص هتقبل عليها، ولا هتشوف إن السعر الرخيص ده معناه إن الخدمة مش قد كده؟ لو لقيت مركز بيعمل جلسة ب 40 أو ب 50 جنيه رياكشنك يبقى إيه؟ لا طبعا هروح، ده تروح؟ كل يوم. لكن لو المكان اللي بيعمل ب 50 جنيه ده هتتوكل على الله ولا مش هتقلق؟ لا مش هقلق خالص. مش هتقلق خالص؟ لا حلو جدا طبعا يعني. طيب لكن ما تقلقش من الجودة بتاعت الجلسة وكده. لا هجرب طبعا يعني، ما انا اكيد جرب في صحتك يا راجل. ما هو في صحيح بس برضو يعني ما 50 علاج جنيه. طبيعي. لا وبعدين ده علاج طبيعي، انا ما باخدش حاجه في جسمي يعني، فاهم؟ ما ممكن حد يطرقعك غلط، يكسر لك حاجة، يخلع لك حاجة. خلاص بقى. حلو. حلوة. تروح؟ حسب هو مين. لو تعبان هروح. لا على تبقى حسب. مشكوك فيها بصراحه. تبقى مشكوك فيها الراجل ده. مش مصر. موجود، بس هل موجوده الاجهزه اللي انا عاوزها محتاجها؟ مم. ما انا مع حضرتك موجود في اسكندريه ب 25 جنيه كمان، بس آه. هل انا الاجهزه موجوده والراجل المتخصص موجود؟ الراجل المتخصص مش هيبقى موجود في مركز زي ده ب 25 جنيه الجلسه بجوده عاليه وكل شيء. لا مش هتكلم في الجودة، انت تقلق لو لقيت الجلسة ب 50 جنيه ولا لا؟ حاجه لان انت سألت سؤال منطقي يعني الجودة عالية ولا لا؟ ما على حسب الخدمه، ما انا ممكن الاقي مكان بيدي جلسه ب 50 جنيه بس. خدمة رديئة. هلا اكيد اللي هو ازاي. لا ما صدقش. ما تصدقش. مش تيجي معايا بس. ولا انا الصراحه. لو في فعلا يبقى رياكشنك ايه؟ ليه؟ غريبه، مفيش حاجه ب 50 جنيه. انا بسمع فيه ارقام عاليه، ما بسمعش ان هو بس لو لقيت هو في الاقاليم ناس بتعمل جلسات ب 50 جنيه فعلا. ثواب او خير مثلا. ثواب او خير مثلاً. صح، حاجة خيرية او جلسة تبقى رديئة شوية. جدا. مش هصدق طبعا، عشان احنا التأمين او التغطية يعني بتاعت التأمين دي لازم نبعت الاول ايميل وبعد كده هم يوافقوا عليها على حسب السعر. فهي في حاجات يعني مش كل الاوبريشنز بيتوافق عليها. عامة احنا مش هنصدق لان اديها المايك. مش هنصدق يعني عشان مش ممكن يبقاش الكواليتي بتاعتها كويسة يعني، او تمام. يعني مش بتدي حقها او يعني ملهاش لازمة يعني. ممكن ميبقاش لازمة. مش ملهاش لازمه، بس هي مش تدي اي نتيجه. هيبقى الكواليتي بتاعها قليل. بعيدا عن الكواليتي كمان، يعني هي هتقول مش تبقى جنرال، يعني هي مش تبقى حاجه حلوه، لان كل ما رخص الحاجه كل ما الكواليتي وكل حاجه هتقل يعني معاها. انا ما بقيمش بالقيمه الماديه، ولكن بقيم هو هيقدر يعمل لي ايه، الكواليتي بالجوده، الكواليتي بتاعته ايه، الريفيوز بتاعته شكلها ايه، يعني علمه ونتائجه بالظبط، لكن مش بالفلوس ابدا، مش بالسعر. لا. تمام. بعد ما اخدنا راي الناس يا ريت تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، ويا ريت كمان تشاركونا بافكار جديده للحلقات اللي جايه. باذن الله الحلقات تنزل مترجمه فامانه يا شيخ. لو عندك واحد ايرلندي تعرفه وريه الحلقه وقول له يور براذر رامي سيز هاي. ولو عندك لقمه بوتيتو حلوه كده يلا. كان معكم رامي طارق واشوفكم على خير. I like potato with ketchup and mayonnaise.